من أصعب المواقف اللي ممكن حد يمر بيها هي إنك تصحى من النوم فجأة تلاقي حبيبك انسحب أو اختفى أو قطع التواصل معاك فجأة من غير أي تفسير أو أي سبب واضح، وتبتدي تدور في بالك تساؤلات كتير قوي عن ليه وإزاي وأنا مش مصدقة. طيب، احنا هنتكلم هنا عن الأسباب اللي بتأدي إن في راجل يعمل موضوع الجوستنج ده، إن هو يصحى من النوم مرة واحدة يقرر يختفي عن حبيبته. باختصار كده، أول سبب ممكن يكون الخوف من الالتزام. أوقات لما بيحس بجدية في الموضوع بيهرب، بينسحب أو بيهرب من المواجهة. خلاص بيحس إن هو زهق من العلاقة ومش عايز يبرر، فبرضه بيمشي. 3، أو إن هو كان معتبرها أصلا علاقة عابرة، وأوقات كتير بيكون 3/4 الرجالة بتتسلى، فلما يلاقي العلاقة دي بقت تقيلة عليه خلاص بيهرب وبيدور على واحدة تانية طبعا يبتدي معاها قصة جديدة. 4، إحساس بعدم الجدارة. أوقات بيكون الراجل عنده إحساس إن هو مش مستحق للحب، إذا كان بقى عنده أذى نفسي من علاقة سابقة أو التربية أو في الطفولة، لكن هو حاسس إن هو مش مستحق للحب ده فبيهرب. 5، في أسباب طبعا عقلية أو نفسية اللي هي أسباب نرجسية، مش هتكلم فيها لأن الموضوع ده طويل قوي. 6، عدم وضوح المشاعر. ممكن يكون مش عارف هو عايز ايه بالظبط، هو بيحب ولا مش بيحب، هو عايز ولا مش عايز، فبيختفي. النقطة اللي بعدها الأنانية. للأسف في بعض الرجالة بيتعاملوا مع العلاقات كأنها لعبة، بيدخل يلعب وللأسف يقول كلام كتير لا يعنيه، وفي الآخر يزهق ويخلص الموضوع ويخرج ومش عايز برضو يتزنق ويبرر، فيروح مختفي فجأة. آخر نقطة وللأسف هي برضو موجودة في الحياة، تعارض المصالح. أوقات بيكون الشخص ده عايز منك مصلحة معينة، تجاوزات بقى، فلوس، أيا كانت المصلحة، ولما بيلاقي إن مفيش أي فايدة منك وفي رفض وصد بيزهق وبيمشي. طيب إزاي البنت تتعامل مع السلوك ده لو حصل معاها؟ أول حاجة، ما تدوريش عن تفسير، ما تضيعيش وقتك في محاولة انك تعرفي ليه وحصل ده ازاي وعايزة اعرف اسبابه خالص. ما تدوريش على التفسيرات، لانه هو لو كان بيحبك ومهتم 50% بس ما كانش هيعمل فيكي كده، ما كانش عمره هيحطك في الوضع ده. تاني حاجة، قطع التواصل. ما تحاوليش تتواصلي معاه، لان اختفائه ده في حد ذاته هو اصلا اجابة. ما تقلليش تاني من نفسك، لان الراجل لو عايز حاجة هيسعى لها وهيعملها، وطالما ان هو اللي اختفى يبقى هو خلاص بيقولك بشكل واضح انا مش عايزك. خلاص، ما تأذيش نفسك من ان انتي تجري وراه وهو مش عايزك. 3، تقبلي ان التصرف ده حصل معاكي، واقبلي ان التصرف ده بيعكس شخصيته، هو ملوش اي علاقة بقيمتك او اي حاجة من شخصيتك ولا اي تقليل منك. 4، حطي حدود، لان الممكن يحصل انه يرجع. شوفي انتي ساعتها انتي عايزة ايه، عايزة فعلا في حياتك ولا مش عايزة خالص. 5، فكري نفسك دايما بانك تستحقي، ما تنسيش انك تستحقي التقدير والاحترام والحب الصادق الحقيقي، وهو باختفائه ده بيقلل منك ومبيقدركيش واصلا محبكيش. الخلاصة يا جماعة، انتي شخص يستحق علاقة واضحة وصريحة مليانة بالحضور مش بالغياب، وراجل يقدر وجودك ويحبك ويهتم بيكي ويشيلك فوق راسه، مش راجل ينام ويصحى يختفي ويقول انا مش عايزة ابعت لها، مش عايزة اشوفها، مش عايزة اسمع منها تاني، من غير ما يحترمك ويبرر لك هو ليه مش عايز يكمل. انتي تستحقي علاقة مستقرة، ما تخليكيش تسألي نفسك أنا عملت إيه علشان أتعامل كده، لأ، تخليكي تقولي لنفسك أنا في المكان الصح ومع الراجل الصح.